اكتر عيان بتخانق معاه اللي بيجي لي مهمل، العيان اللي بيجي لي في اخر مراحل تدهور الحاله جاي ويجي يقول للساحر بقى. لي انا قعدت اجرب واروح صيدليه واسال ده على علاج واسال ده على علاج، وبعدين لما تعبت خالص بقى الموضوع ما بيخفش فجيت لحضرتك بقى. حل بقى، حل يا حل باشا. حل انت ماشي. دكتور هشام، انا والله بحب التصوير معاك. وانا كمان بحب معاك التصوير جدا. نورتنا في بودكاست في العياده يا باشا. انا منور بالناس اللي فيه طبعا. عايز اتعرف عليك اكتر. انا دكتور هشام محمد شرويد، اخصائي الجراحه العامه والاورام والمناظير الجراحيه، ماجستير الجراحه العامه جامعه المنوفيه. انا بحب اسال دايما بتوع الجراحه، انت تخصصك جراحه عامه، بس انت تحب تشتغل جراحه ايه؟ لو سألت أي جراح عن السؤال ده هيقول لك إن هو بيحب يشتغل الحالات اللي فيها مينيمال انفيزيف سيرجريز، اللي هي تدخل محدود في المريض. ده بيبقى نقاهته أسرع، شغله أبسط وأسهل، العبء اللي على العيان بتاع العملية بيبقى أقل، العيان يقدر يرجع لشغله أسرع بيشكرك. دي أهم حاجة. طيب خلينا نخش معاك في التقيل على طول. انا عايز اتكلم عن مشكله موجوده عند رجاله كتير، وهي تعتبر خطر صامت، دوالي خصيتين. انا عايز اعرف معدل انتشارها ومدى خطورتها وعلاجها بيتم ازاي. طيب مدى انتشارها، الكلام دلوقتي بيقولوا ان راجل من كل 4 رجاله عنده مشكله دوالي الخصيه في اي مرحله من عمره. ممكن تجيله دوالي في الخصيتين نتيجه حاجات كتير قوي. يعني اسباب زي ايه مثلا؟ الاسباب بتاعتها بتحصل ان لما بيحصل تمدد في الاوعيه الدمويه بتاعه الخصيه بوظ الصمامات بتاعه الاورده بتاعتها، وبالتالي الاورده دي متضخمه ملتويه بتعمل الم في الخصيه. فدي المشكله اللي احنا بنسميها دوالي الخصيه. طيب بتحصل امتى؟ زمان كانوا بيحددوا سن، ممكن تيجي في الاطفال، بنشوفها في الاطفال. منتشره بقد ايه؟ منتشره بنسبه 19-20% من كل الرجاله. نسبه كبيره مش صغيره. نسبة كبيرة جدا طبعا. مش شرط انها تكون عاملة مشكلة، يعني ممكن تكون موجودة في درجات. يعني هي ممكن تكون بتصيب ناس بس ما يحسوش بألم وما يحسوش ان هي موجودة. بالظبط. في الاول خالص ما بتبقاش فيها مشكلة، ما بيبقاش فيها اعراض، حد عنده دوالي بس مش عامله له اعراض ولا وجع ولا اي حاجة. لما الدرجة بتاعتها بتكبر، يعني المرحلة الثالثة ولا حاجة، بيجي لي العيان بالألم، بيجي لي بتضخم في الخصية، بيجي لي بورم في الخصية. ساعات طبعا بيجي لي بمشكلة في السائل المنوي. يعني هي بتأثر على الخصوبة. طبعا حتى لو هي موجودة وما تسببش ألم، هي بتأثر على الخصوبة. بتأثر على الخصوبة، بتأثر على تحليل السائل المنوي، وده الدليل انها بتأثر على الخصوبة. ان العينين بيبقى عندهم دوالي على الخصية، تعمل تحليل السائل المنوي وتلاقي شكل الحيوانات متغير، عددها، حركتها، غالبا بيبقى مصاحب بوجع غالبا. تمام. لما بنعمل العملية بتاعة دوالي الخصية او نعالجها، طرق العلاج بقى وأحداثها ايه؟ طرق العلاج والله في المرحلة الأولى والثانية احنا بنقدر ندي علاج ونتابع المريض، الدنيا بتحسن معاه جدا، واغلب العيانين بيخفوا على العلاج وما بيبقاش فيه اي مشاكل. يعني مش شرط عمليه. مش شرط عمليه. في الدرجه الثالثه والتاثير على الخصوبه، او لو وجود الم شديد، بنضطر طبعا ان احنا نستأصل الدوالي دي، ونتيجتها بتكون هايله جدا. يعني ايه احدث الطرق اللي انتوا وصلتوا لها بقى لعلاج الدوالي دي بدون تدخل جراحي بقى، اللي هي الجراحات المحدوده؟ الجراحات المحدوده، احنا ممكن دلوقتي، احنا كنا زمان بنعمل دوالي الخصيه دي من جرح كبير هنا. الدنيا دلوقتي لا، في منظار ممكن نعملها بالمنظار، بتبقى ابسط واسهل، وخصوصا في الناس اللي مش عايزه اثار في بطنهم او كده. انت عارف بقى يعني الحاجه اللي بعد الدوالي على طول اكثر انتشارا هي ايه؟ البواسير. طبعا. احنا اخر حاجه ممكن نفكر فيها ان احنا نكشف على البواسير. نص عيان العياده. هو يعني السؤال بقى، هي البواسير دي ليها علاج ولا احنا نخش نعمل عمليه على طول ونخلص؟ طبعا ليه علاج. يعني طبعا ما رايحه جايه، يعني العلاج ده في علاج ابدي. يعني في كده مقوله منتشره ان انت ما دام جالك بواسير يبقى انت كده رايح تعمل عمليه في يوم من الايام يعني. لا والله، هو الفكره في ان البواسير دي لما بتصيب البني ادم بتبقى نتيجه عوامل كتير جدا. طبعا اشهر حاجه عندنا الاكل اللي مش صحي، القعاد لفترات طويله، الضغط على البواسير من الكحه، عيان عنده امساك مزمن، عيان بيتعصب جامد قوي، الاكل طبعا بتاعنا كله غير صحي. فلما بيجي الانسان بواسير في الدرجات الاربعه اللي احنا عارفينها كلنا، في اول الدرجات بتاعتها مجرد علاج دوائي، تظبيط الاكل، بس العيان بيبقى كويس وزي الفل، مفيش اي حاجه خالص. طب احنا بقى عندنا لو في المراحل المتاخره، بنلجأ للعلاج الجراحي طبعا، ده ما بيبقاش فيه مفر منه. طب احنا بقى يعني انا عارف ان الليزر دخل في عمليات البواسير برضه، بس احنا كده عندنا ارتكارية في السوق منتشرة عند ناس كتيرة من العيانين ان جراحة الليزر دي مش احسن حاجة.
وبترد تاني؟ والله لا طبعا الليزر من ساعة لما دخل في موضوع البواسير ده بالذات مع تقدم التكنولوجيا، لا الليزر طبعا جراحة آمنة، بتقلل فرصة ان هو يحصل ارتجاع بعكس ما كان يقال قبل كده. وبعدين في فرق ما بين الارتجاع او ظهور المرض من جديد، لان اغلب العيانين مفكرين الاتنين واحد. لا، هو الاتنين مش واحد. هو في عيان بيجيني ببواسير هي ليها 3 اماكن، اللي هي المذر بايلز او بواسير الام اللي احنا بنضطر نعالجها. دي ليها 3 اماكن. 3 اماكن دول ممكن المريض يجي لي بالبواسير في مكانين بس، فبعدين يفضل بعد ما يخف وربنا يتم شفاعه على خير يفضل على نفس العادات الغذائيه الغلط، يفضل يشيل تقيل، يفضل عنده كحه مزمنه، يفضل عنده امساك مزمن. طبيعي ان انت هيجي لك بواسير تاني في المكان اللي ما جالكش فيه قبل كده. فهو جراحه البواسير مش بترجع لو اتعملت صح، ومش مرتبطه بالطريقه بتاعتها زي زمان لما كنا بنقول الجراحه امن او الليزر امن. هي مرتبطه بان المريض هيعدل من سلوكه بعد العمليه ويلتزم ولا لا. انا عايز استعيد بقى حته من كلامك كنت اتكلمين فيه قبل كده. انت قلت لي مش كل شرخ يبقى بواسير، مش كل بواسير تبقى شرخ. ان فكره ان انا اشخص نفسي او اتكلم كده دي لا، انا عايز افهم. دي مشكلة عند أغلبنا. دي العين يخش يقول لي أول ما يدخل كده يا دكتور أنا عندي البواسير. أنت مين قال لي؟ أنا ما أقولكش قول لي التشخيص دي مسؤوليتي أنا. حضرتك قول لي أعراضك. انا جاي عشان أنت قول لي اشخص انا. أعراضك وأنا أشخصك. إنما كل المرضى عندهم كونسبت أو أغلب المرضى عندهم كونسبت إن هو طالما في ألم في منطقة الشرج يبقى دي بواسير. فيبتدي يسأل بقى ابن خالته ابن عمته أنت عملت إيه؟ يقول لك أنا كان عندي البواسير ادوني العلاج ده. طب ما أنت مش عندك البواسير. في أكتر من 15 مرض بيصيب المنطقة دي. كل مرض مختلف عن التاني، ممكن يشتركوا في بعض الأعراض ممكن يختلفوا في بعض الأعراض. فأنت دايما أول العيان لما يبقى عندك مشكلة روح للمتخصص، قول له أعراضك واسمع منه، هيديك المعلومة الصح. ما يا باشا كشف البواسير ده كشف صعب قوي يا باشا. لا لا خالص يا باشا ده عامل من العوامل اللي بتخلي المريض يجي لي في الدرجات الأخيرة متأخرة. إن هو طبعا عامل الإحراج، عامل القلق من الكشف. لك الكشف بيوجع، أنا مكسوف أكشف، أنا أو الإهمال طبعا زي ما أغلب الناس عندهم. فالموضوع مش صعب ولا أي حاجة، إحنا مجرد بس بنعاين المنطقة اللي بره دي ونكشف عليها كويس ونفحصها كويس. ما الكشف غير مؤلم خالص. طب احنا هنعمل عملية هنعملها ازاي؟ طبعا لو احنا خلاص الحاله مستدعيه تدخل جراحي عندنا اوبشنز كتير ممكن نعملها، زي الجراحه التقليديه دي بعض الحالات، الليزر او الهرمونيك دي برضو تقنيات معانا موجوده بتسهل على المريض اكتر وبتنفع لحالات او حالات لا. طيب انا عايز اعرف منك ايه اكتر المواقف اللي انت بتعاني منها في العياده؟ يعني قبلك مواقف دي كتير بقى وتقعد نفهم وتشرح ونتخانق ونتجادل. اكتر عيان بتخانق معاه يعني اكتر عيان بتخانق معاه اللي بيجي لي مهمل. العين اللي بيجي لي في اخر مراحل تدهور الحاله جاي للساحر بقى انا قعدت اجرب واروح الصيدليه واسال ده على علاج واسال ده على علاج، وبعدين لما تعبت خالص بقى الموضوع ما بيخفش فجيت لحضرتك بقى حل بقى حل انت ماشي. ده طبعا اكتر عيان بتخانق معاه وبقعد انصحه دايما عنه. وايه اكتر الثقافات اللي انت بتعرض لها ان هي غلط، يعني افكار غلط بتجيلك في العياده بشكل دائم؟ يجيني عيان سامع خرافات من بره ويجي لي مرعوب بقى وخايف، يقول لي يا دكتور انا سمعت ان انا هاجي اشيل الدرنقه النهارده، قالوا لي ده انت روحك هتطلع معايا وانت بتشيلها. يجي لي عيان تاني يقول لي انا سمعت يا دكتور ان المنظار ده خطر جدا وعلى الصحه وبيحصل منه مضاعفات كتير. كل بني ادم بيسمع خرافات من ناس مش اهل ان هم يقولوا الموضوع ده، فهم بيجي العيان خايف. دورنا طبعا ان احنا نطمنه ونفهمه ان الاجراء عامل ازاي، خطورته توصل لحد فين، متعب ولا مش متعب، عشان المريض حتى يبقى مؤهل نفسيا ويبقى عارف كل حاجه من الاول. تنصح الناس اللي عندها خراج شرجي او عصاصي ان هو ما يقلبش بناسور؟ طيب خلينا نبدا من الاخر. الفرق ما بين الخراج والناسور، الخراج ده يعني كيس مليان صديد سواء حوالين الشرج بنسميه الخراج الشرجي، ده بيبقى في الخلايا الدهنيه اللي حوالين فتحه الشرج في الجلد، بيحصل فيه خراج زي ما بيحصل في اي حته في الجسم. ده بيتكون كده يعني من مش سبب بالظبط. انسداد القناه العرقيه اللي طالعه من الغده دي طالعه على بره، بيحصل المكان ده اصلا ديرتي مش نظيف، بتهدي عليه بكتيريا كتير فبيحصل خراج. الخراج ده بيبقى جنب الشرج على طول وبيفتح جنب الشرج على طول. طب ايه امتى نقول عليه ناسور؟ الناسور ده حاجه تانية بقى. الناسور ده بيبقى قناه ما بين حتتين ما ينفعش يبقى مفتوحين على بعض،
فالخراج ده لو ما اتعالجش كويس او ما اتفتحش كويس او هو المريض ما للاسف اهتمش، معظمهم بيقلب ناسور. اغلب بنسبه 90% بيوصل لسوء. ما اتفتحش كويس، ما اتعالجش كويس، باد هيجين في المنطقه دي مش كويسه، بيقلب الناسور. الناسور يعني ان هو فتحه ما بين حتتين ما ينفعش يكونوا مفتوحين على بعض. ففي حاله الخراج الشرجي مثلا ما يقلب ناسور، بيبقى فتحه ما بين الكافيتي او الخراج ده، فتحه من جوه عند قناه الشرج من جوه، والفتحه التانية من بره عند الجلد من بره. اقدر اتجنب ان هو يقلب ناسور ولا مفيش حل؟ لو اتعالج كويس في الاول، م. فتح كويس، نضف كويس، وخد علاج كويس، والبيشنت مشي على التعليمات الخاصه، بيزود فرصته ان هو يخف خالص ولا كأن في اي مشكله. تمام. طيب انا عايز اسال على الفتق برضه، تحديدا الفتق القربي مثلا. ايه اكتر الناس المعرضه للاصابه بالفتق ده؟ هو بيجي لاي حد ولا بيبقى له ممكن ناس معرضه ليه اكتر؟ في ناس طبعا معرضة للإصابة بالفتق الإربي أكتر من غيرها. ناس مثلا زي اللي بيشيلوا أوزان تقيلة في كامل الأجسام، الناس اللي عندها مشكلة إمساك مزمن وانتفاخات في البطن كتيرة، الناس اللي عندها بروستاتا، الناس اللي بتكح كتير. ده كله الحاجات دي كلها بتزود الضغط داخل البطن، فبتأدي لخروج الأمعاء من أضعف حتة موجودة في البطن، اللي هي بتبقى غالبا عند المنطقة الإربية أو حوالين السرة. طب احنا هنعالجها ازاي بقى؟ أو للأسف ملهاش إلا حل واحد بس، جراحة. جراحة. دايما بننصح العيان اعمل جراحة وانت في المراحل الأولية، ما يكونش في أي مضاعفات. عيانين كتير بيجولنا بفتق إربي مختنق، بتوصل لحد استئصال أمعاء، فاحنا مش في حاجة للعمليات الكبيرة دي. لما يكون عندك فتق إربي، روح حضر نفسك عند الدكتور، اكشف، هيقول لك انت ليك عملية نصلح الفتق الإربي بكل بساطة وسهولة، ونركب شبكة عشان ما يحصلش ان الفتق ده يرجع تاني. طب الفتق السوري هو اكثر انتشارا عند الاطفال، مظبوط كده؟ وليه؟ الفتق السوري عند الأطفال دي حاجة مشهورة جدا. ده نتيجة ان العضلات البطن في الأول الولادة ما تبقاش لسه كونت كويس، فبيبقى في ضعف في المنطقة دي شوية، فبيؤدي لبروز الأمعاء من الفتحة بتاعة السرة، فبيعمل لي الفتق السوري. بيشنت كتير بيجولي في العيادة بيسألوني الفتق السوري ده خطر، طب نعمله امتى، طب ما نعملوش، طب نعمل ايه؟ هو دايما الفتق السوري لما يجي لي عند الاطفال لو هو صغير، احنا بنقول للام طمني. اغلب الاطفال بيروح عندهم عند سنه وشهرين، نسبه قليله جدا من الاطفال بيقفل عند 2 و3، والباقي كلهم ان شاء الله ما نحتاجش نعمل لهم اي تدخل الا في نسبه قليله جدا. انت متفق معايا ان العيشه اليومين دول بدات تدفع المراره؟ متفق. هل في طريقه لعلاج المراره بدون تدخلات جراحيه معقده؟ بدون تدخلات جراحية معقدة، انما بدون تدخل جراحي لا. يعني طالما حصل ان المرة دي بقت ديزيز او كونت حصوي، خلاص ما نقدرش نعمل اي حاجة غير التدخل الجراحي وان احنا نشيل. زمان كان في اعتقاد ان احنا ممكن نفتت الحصاوي زي ما بنحصل في حصاوي الكلى، بس لو الموضوع ده خطر جدا على البيشنت. تفتيت الحصاوي لما بينزل في القناة المرارية بيعمل مضاعفات شديدة جدا، انما في الموضوع الكلى الحصاوي لما بتتفتت بتنزل في مجرى البول عادي، ما فيش مشكلة خالص. فعشان كده الاستئصال المرارة هو الحل الوحيد لحصوات المرارة. احنا كمان ادمين نعرف نعيش من غير مرارة؟ طبعا المرارة ما هياش المسؤولة عن تصنيع العصارة الصفراوية، هي مجرد مخزن موجود عشان يخزن العصارة الصفراوية، بنحتاجها وقت ما بناكل، فالجسم يدي إشارة للمرارة تنقبض وتنزل العصارة الصفراوية اللي فيها على الأمعاء، فعشان تبدأ عملية الهضم. إنما بعد ما بنشيل المرارة خلاص هي العصارة بتنزل من الكبد على الاثنى عشر على طول من غير ما تتخزن في المرارة. انت بدأت تخوفني، يعني انا مش عايز انزل تحت ايدك ابدا. لا يا رب بعدك عن طريقنا خالص. احنا سعداء جدا بالحلقة دي والله، واستفدنا من معلومات كتيرة يعني حضرتك قلتها. انا اسعد والله، يعني انا بحب التصوير معاك، مش عايز اختم يعني. ان شاء الله تتكرر تاني. العميل ده بتاعي يا جماعة. سعداء بوجودك معنا، وشكرا لوقت حضرتك يا دكتور. العفو يا استاذ محمد، واحنا موجودين دايما مع بعض. كنا معاكم في حلقة جديدة من بودكاست في العيادة، استنونا في حلقات الجاية، هيكون معانا دكاترة اكتر ومعلومات طبية اكتر. سلام.